أعزائي مساء الخير إلى هذه الجلسة من فعاليات ملتقى سليمانية، والحوار سيكون مع سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف الإصلاح وأيضا رئيس تيار الحكمة الوطني. والحقيقة نود أن نبدأ من الجوهر من قضية الدولة في العراق، وربما ننطلق إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالشأن السياسي والوضع العام في البلد. لكن ما بعد مرحلة تنظيم داعش سماحة السيد، كان الجميع يتوقع مرحلة انتقالية في العراق والمنطقة، وكان الجميع يتوقع نظام جديد على مستوى العراق، رؤية جديدة على مستوى العراق، وأيضا رؤية جديدة على مستوى المنطقة تحاول معالجة النكبة التي خلفتها داعش في العراق وفي المنطقة وفي العالم. الحقيقة هناك أكثر من منطلق لتعريف ما حدث بعد داعش وتعاطي النخب السياسية العراقية مع مرحلة ما بعد هذا التنظيم، لكن هذه المعطيات تتضارب. هناك من يقول، وهذا جزء كبير من المراقبين والطرف السياسي أيضا، أن هناك ربما حدثت ردة تسميها أحيانا تسمى نكسة، أحيانا تسمى عثرة في قضية إنتاج مشروع عراقي جديد لمرحلة ما بعد داعش. وأطراف أخرى تقول أيضا أن ما حدث من تشكل قوى عابرة للطوائف لتشكيل الحكومة الحالية وفي البرلمان العراقي هو معطى جديد لم يكن موجودا في السابق. أود أن أعرف رؤيتكم، هل بالفعل نحن ما زلنا بحاجة إلى رؤية جديدة لمرحلة ما بعد تنظيم داعش والانتصار على هذا التنظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد لي أن أجدد الشكر لفخامة الرئيس وللجامعة وللفريق الكفؤ المعني بإدارة هذه الندوة لأن يجمع هذا العدد الكبير من المفكرين وأصحاب الاهتمام بالشأن السياسي العراقي في هكذا ندوة. بالواقع العراق في 2018 هو غير العراق في 2003. العراق مختلف تماما، مختلف ديموغرافيا. 49% من أبناء شعبنا دون 19 سنة، و70% دون 35 سنة، و90% دون 50 سنة. هذا واقع يحتاج أن نقف عنده طويلا وعند استحقاقاته. العراق مختلف اجتماعيا. هذا الجيل الجديد أسميه بالجيل المختلف، مختلف في طموحاته، مختلف في أهدافه، مختلف في نظرته، مختلف في أولوياته، في كل شيء مختلف. أذكر لكم مثالا بسيطا حصل قبل فترة وجيزة. أحد التربويين أخبرني في مدرسة ابتدائية في منطقة الكرادة ببغداد، سألهم سؤال بسيط، قال لهم: من هو صدام حسين؟ وكان الملفت أن قليل جدا من أولئك الطلبة يعرفون من هو صدام حسين. تصور كثير منهم أن المرشد التربوي يسأل عن أحد زملائهم ولا يعرفوه. وكذلك أستاذ جامعي في كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين قبل بضعة أسابيع حين كانت الامتحانات قدم لهم قصاصة وطلب منهم وهم في كلية علوم سياسية في جامعة النهرين في العاصمة بغداد، قال لهم: لو تكتبوا لي اسم رئيس وزراء العراق الفعلي من هو؟ وكان الملفت في تلك الشعبة فقط طالبين من الطلبة يعرفون من هو رئيس وزراء العراق. هذا جيل مختلف. أن نجلس وننظر في وادي ويكون مجتمعنا في وادي آخر، هذه مشكلة كبيرة وتحدي كبير. يجب أن نعرف ونقترب من هذا الجيل المختلف. أيضا العراق مختلف بعد داعش. دائما الشعوب التي تخرج من الحروب يكون لها سقف عالي من التوقعات. كم نحن نستطيع أن نفي بمتطلبات وتوقعات شعبنا بعد الحرب على داعش والثقة التي حصلت، ولا سيما أنها حرب متواصلة منذ عقود من الزمن كما ذكر. وأيضا تحدي الخدمات الضاغط على أبناء شعبنا
والذي أصبح أولوية أولى يفوق أولوية السياسة والاهتمام بالأمور السياسية وما شابه أو الشعارات أو ما إلى ذلك. كيف نستطيع أن نواجه هذا التحدي ونقدم شيئا جديدا؟ وأيضا هو مختلف في طبيعة الإفرازات. نحن أمام 3 رؤساء جدد، فيما أن الرؤساء السابقين ليسوا في المنافي وليسوا في السجون وليسوا في إقامات جبرية وليسوا على أحبال المشانق. وهذه ظاهرة قلما تحصل في بلد شرق أوسطي، أن يكون رؤساء جمهورية سابقين ورؤساء وزراء سابقين ورؤساء برلمان سابقين وكلهم فاعلين في المشهد السياسي وحاضرين فيه بقوة. هذا شيء جديد ومهم يحصل في العراق. وأيضا هناك تركيبة جديدة، تحالف الإصلاح والإعمار يقابله تحالف البناء، وكل من التحالفين فيه تنوع كبير لقوى وزينة وفاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي على أكثر من صعيد ويمثلون أكثر من مكون ليتمثل الواقع العراقي بشكل عام أو في مساحته الأوسع. ونتمنى أن يكون لإخواننا الكرد والأحزاب الكردية رأي في أن ينخرطوا ضمن هذين المشروعين الوطنيين هنا أو هناك لنتمثل هذه الثنائية المهمة. أين الانتخابات 2018 ب127 قائمة و127 رأس وطموح؟ وأين الانتخابات في 2022 إذا أفضت إلى قائمتين كل منهما فيه الفسيفساء والتنوع الوطني ويتنافسان على حيازة الأغلبية النيابية في الانتخابات وتشكيل حكومة، فيما يذهب الجناح الآخر إلى المعارضة. إذن نحن أمام عراق مختلف بمتطلبات مختلفة بأولويات مختلفة، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية. طبعا كما ذكر السيد الرئيس والمتحدثين، بالفعل نحن اليوم نشعر بتفاؤل تجاه مستقبل العراق في ظل هذه التحولات الكبيرة. وواحدة من أهم موارد الاختلاف الجديد والسمات الجديدة للعراق الجديد هو التفاهم الإقليمي على اختلاف مستويات للواقع العراقي، فيما أن الدول المنطقة كانت متوجسة مما يجري في العراق في مراحل سابقة. اليوم الدول المتصارعة مع بعضها إقليميا لكنها حريصة على أن تبني علاقات إيجابية مع العراق، ويجب لنا كعراقيين أن نستثمر هذا الأمر. ليس من مصلحة العراق أن ينحاز، ليس من مصلحة العراق أن يكون طرف في محاور إقليمية، وإنما من مصلحته أن يكون مع العراق ومصالح العراق. ومصلحة العراق تقتضي أن نكون جسرا نربط مصالح الدول الأخرى ببعضها ونتواصل مع الجميع. لطالما دعونا إلى حوار ال5 الكبار في المنطقة، العراق وإيران وتركيا والسعودية ومصر، وتفاهم بين هذه الدول ال5 بإمكانه أن يقنع ويلبي طموحات الدول الأخرى في هذه المنطقة ويشكل قاسم مشترك وإطار عام يجمع مصالح شعوب ودول هذه المنطقة. العراق له دور محوري وأساسي في هذه العملية، لأنه في قلب الأمم ال4. لا أتحدث عن دول، أتحدث عن الأمة العربية والأمة الفارسية والأمة التركية والأمة الكردية، والعراق في قلب هذه الأمم ال4 ويتحمل مسؤولية كبيرة. الاستقرار في العراق هو استقرار في المنطقة، وأي اختلال للاستقرار في العراق سينعكس على واقع المنطقة بشكل عام. إذا أردنا استقرارا في العراق فلا بد أن نبني دولة قوية. قوة الدولة مدخل أساسي ومهم، ودولة فاعلة. يجب أن يكون العراق فاعل ولا ينشغل بجراحه الداخلية فقط، وإنما ينفتح على جيرانه. وأيضا أن تكون دولة مستقلة في قرارها. فالقوة والفاعلية والاستقلالية، هذه السمات الثلاثة هي التي تجعل العراق مستقرا ومؤثرا بشكل إيجابي في بيئة المنطقة. سماحة السيد، بدأت حديثك بالجيل الجديد بالإشارة إلى جيل مختلف في العراق، وهو يعرف أيضا باعتباره جيل غاضب أيضا. متطلبات هذه الدولة التي تحدثت عنها سماحتك والجو الإيجابي، هل يفي بالفعل بآمال الجيل الجديد، الجيل الغاضب، الجيل الذي يريد مستقبل، يريد كهرباء، يريد ماء في المناطق، يريد تقليص هذا الصراع السياسي ويريد إنهاء الفساد؟ هذه البيئة هل هي موجودة الآن؟ هل يمكن أن نراها غدا على الأقل؟ بالحقيقة ما أراه أن هناك
ترقب من الجمهور ومن الجيل المختلف، أعطوا فرصة، وجوه جديدة، معادلة جديدة، قوى سياسية اتسمت بمثابرة عالية حين فوضت شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، وثم فوضتها فرصها في المشاركة الحكومية، ومنحت الفرصة لرئيس الوزراء أن هو يختار عدد من الوزراء المستقلين. وحتى الكتل التي رغبت بأن ترشح أسماء لم ترشح واحدا، وإنما رشحت أسماء عديدة، وتركت الخيار لرئيس الوزراء أن يختار أي منهم ليتبوأ موقع الوزارة. لذلك رئيس وزراء مستقل، حكومة في أغلبها مستقلين أو بخيارات رئيس الوزراء، وهو ما يحصل لأول مرة في العراق، برؤية جديدة ضمن مناخ جديد ما بعد الحرب وبالتحولات والمتغيرات التي أشرت إليها. هناك فرصة أعطيت من الرأي العام من الناس لترى هل هناك مصداقية، هل هذه الحكومة قادرة أن تعالج مشاكلهم. وأعتقد أول تحدي أساسي سيكون في الصيف القادم، ومدخل التحدي ومفتاحه الماء والكهرباء. فإذا استطاعت هذه الحكومة أن تحسن الماء والكهرباء في الصيف، ومعالي وزير الكهرباء جالس ومهمته كبيرة الله يعينه إن شاء الله، بعدها تأتي أولويات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة وغيرها. لكن هذه هي المدخل، وهذا هو المجس والاختبار الحقيقي للحكومة العتيدة، ونتمنى لها أن يعني تنجح فيها. سماحة السيد، عندما شكلتم تحالف الإصلاح طبعا يعني تدرك أن ما حدث لاحقا أن هناك نوع من التوافق حدث بين تحالف الإصلاح وتحالف البناء، ربما يحسب ضمن البيئة الإيجابية، وأحيانا كمحللين وباحثين يتحدثون عن تضييع فرصة اختيار حكومة لديها أحزاب محددة، كتلة تدعمها محددة، وبالتالي أصبحت أضعف مما يجب أن تكون. لكن بصرف النظر عن هذا كله، عندما تم تشكيل تحالف الإصلاح في الاجتماع الأول للتحالف تم وضع سلسلة من الأهداف، من ضمنها تعديلات قانونية، من ضمنها طرح موضوع الكتلة الأكبر للنقاش، من ضمنها قانون الانتخابات. اليوم على الأقل بعد 4 أشهر من فاتت 100 يوم تشكيل حكومة، وربما أكثر لتشكيل البرلمان أو الاجتماع البرلمان، لم نجد المستوى الواقعي أن هناك حراكا موحدا لما يسمى تحالف الإصلاح في إنتاج هذا النوع من الوعود التي انطلقت مع بدء تحالف الإصلاح. بالحقيقة التحالفات الوطنية شيء جديد في المعادلة العراقية، وأن تستطيع قوى وزينة وكبيرة من مختلف المكونات أن تجلس على طاولة واحدة وتوحد رؤيتها وتتخذ مواقف موحدة في قضايا جدلية داخلية ليس بالأمر الهين. ونحن كنا أمام تحديات عديدة. التحدي الأول هو الخروج من الاصطفافات المذهبية والقومية إلى تحالفات وطنية، وتحدي آخر كان هو متطلبات الشارع ورغبته بأن يجد أمور حقيقية تجري على الأرض بسرعة. وتحدي ثالث هو التنافس الداخلي السياسي والشد والجذب بين القوى السياسية، وما يدفع من أموال أو إغراءات لينتقل شخص من هذه الضفة إلى تلك أو من تلك إلى هذه وما شابه ذلك. ففي خضم كل هذه المتغيرات والضغوط الداخلية وتشكيل واقع ومعادلة سياسية جديدة تعد متغير استراتيجي في الواقع السياسي العراقي، لا يمكن أن نتوقع بإمكانية اختزال كل هذه الأمور وتحقيقها في غضون أشهر قليلة. لذلك أعتقد صمود تحالف الإصلاح أمام كل الضغوط التي تعرض لها ليبقى ثابتا ويركز داخليا على البناء الداخلي ومأسسة نفسه. واليوم نحن أمام هيئات قيادية وسياسية وعامة، وأمام 14 لجنة مختصة، في كل لجنة ممثلين من كل قوى تحالف الإصلاح يتداولون في مختلف الشؤون ويعالجون ويوحدون رؤية تحالف الإصلاح في مختلف القطاعات. هذا بحد ذاته وكلها أمور أنجزت، ونظام داخلي واتفاق على كيفية إدارة هذا التحالف. هذه أمور قد لا تنجز في بعض التحالفات السياسية لسنين أو لدورات كاملة، نحن أنجزناها في غضون أشهر قليلة ومعدودة. الآن التركيز على مشروع تحالف الإصلاح بعد أن أصبح لدينا الماكينة المنظومة المؤسسة المتكاملة القادرة على إنتاج القرار. آليات اتخاذ القرار تحققت، بقى علينا ما هو القرار،
ما هو المشروع؟ ما هي القضية؟ ما هي الأولوية؟ هذا ما نركز عليه في هذه المرحلة. وبالتأكيد البوصلة ستكون وضع حلول لما هو تحدي أساسي للبلد بشكل عام. لدينا تحدي بناء الدولة في قبال منهج ومنطق لا دولة الذي يريد أن يبقي الأوضاع في العراق دولة داخل دولة. ما هو الحل لهذا الأمر؟ لدينا التحدي الأمني. صحيح انتهينا من الاحتلال الداعشي، لكن لم ننتهي من الدواعش، الخلايا النائمة، الفكر المتطرف، مخلفات الدواعش. لدينا التحدي الخدمي والتنموي، كيف نبني دولة قوية بخدمات مناسبة للمواطنين. لدينا تحدي السلم الأهلي والوئام المجتمعي. لا زال هناك نار تحت الرماد في كثير من المناطق، ومشاكل مستورة ويعني مهدئة بشكل وقتي في مناطق عديدة في البلاد. في أي لحظة احتقان يمكن أن تتفجر الأوضاع من جديد، وقبل أن تتفجر علينا أن نقوم بخطوات أساسية في ترسيخ وتعزيز الوئام المجتمعي. لدينا تحدي العلاقة المتوازنة مع دول المنطقة وتطمين الجميع بأن العراق سيد نفسه ولا ينحاز لطرف دون آخر، ويريد أن يبني علاقات مع الجميع. وهذه ليس بالأمر الهين في لحظة صراع إقليمي عنيف وصراع دولي شديد. أي خطوة تتخذ بأي اتجاه الآخر يشعر بالقلق، فكيف يطمئن جميع الأطراف؟ هذا تحدي كبير. لدينا تحدي ترسيخ الديمقراطية ومدخلها الانتخابات بقانونها وهيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمان استقلاليتها، وتأكيد للمواطن العراقي بأن هذه الانتخابات في مسارها وفي سياقاتها توفر فرص متكافئة وعادلة للناخبين وللقوى السياسية المتنافسة. ونعرف أن التقرير الذي قدمته مفوضية الاتحاد الأوروبي كان مقلق شيئا ما في تقييمها للمشهد الانتخابي. ضمان الديمقراطية بانتخابات شفافة وبإجراءات سليمة وبقانون عادل ينصف المواطنين. اليوم تجد مرشح حاز على 17,000 صوت ولم يفز، ومرشح أو مرشحة ب1500 صوت ب1000 صوت وقد فاز وجلس في مقعد مجلس النواب. فأين العدالة في تعبير عن الإرادة الشعبية إلى غير ذلك من أمور؟ كل ما هو تحدي أساسي للبلد في هذه المرحلة يمثل أولوية لتحالف الإصلاح لدراسته وتوحيد الرؤية تجاهه والمضي قدما. سماحة السيد، يعني أيضا شوية أريد أصارحك أكثر، ويا ريت تكون يعني ما أعرف إذا هذا السؤال هناك إجابة واضحة له يعني محددة أم ربما يخضع لنقاش داخل تيار الإصلاح. لكن قضية الحشد الشعبي، هل هناك رؤية مختلفة لدى تحالف الإصلاح لمستقبل الحشد الشعبي في العراق؟ تحدثت سماحتك عن الدولة داخل الدولة، وسواء كان هذا مباشر أو غير مباشر، لكن هناك إشارات من سماحة السيد مقتدى الصدر على سبيل المثال، من أطراف سياسية أخرى، إلى أن هناك أزمة تتعلق بمستقبل التعاطي مع موضوع الحشد الشعبي، خصوصا أنه أصبح جزء منه أصبح منافس سياسي لتحالف الإصلاح في كتلة البناء. ما هو الاختلاف برؤيتكم عن كتلة البناء لمستقبل الحشد الشعبي؟ طبعا لم يناقش هذا الموضوع بشكل مستفيض داخل الإصلاح لأعبر عن رؤية تحالف الإصلاح في هذه المسألة، لكن ما هو المهم هناك منظومة أمنية في البلد يجب أن تكون منظومة موحدة خاضعة لقرار مركزي وتتبادل الأدوار حسب تشخيص وتحديد المهام. كما أننا اليوم لدينا شرطة اتحادية، لدينا جهاز مكافحة الإرهاب، لدينا البيشمركة، لدينا الحشد الشعبي، لدينا الجيش، لدينا قوات متنوعة بعناوين مختلفة. المهم أن تكون هذه القوات كلها ضمن منظومة واحدة وضمن قيادة واحدة هي القيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث تضبط يعني الإيقاع ونسق العمل. ومن ناحية أخرى أيضا يفترض أن يكون فرز واضح بين المهمة العسكرية للقوات العسكرية وبين المهمة السياسية التي تمارسها القوى السياسية، وهذا ما نص عليه الدستور، فليس الأمر خارجا عن ذلك. ما يحصل اليوم في بعض المساحات وليس فقط في الحشد الشعبي، يمكن حتى في مساحات أخرى أيضا، هو أن هناك تداخل أحيانا وهناك استثمار لهذه القوة العسكرية في واقع سياسي معين، ويجب بشكل هادئ كلما ذهبنا إلى بناءات الدولة أن نحقق هذا الفرز الكامل.
وأن تكون القوات المسلحة وطنية الانتماء والهوية ولا تتدخل في الشأن السياسي. من حق عنصر في القوات المسلحة أن يكون له رؤية، ومن حق أن ينتخب، ولكن ليس من حقه أن ينحاز ويكون طرف ويغلب إرادة على إرادة ويتقدم في مجال على مجال إلى غير ذلك. لدينا مشكلة وأعتقد أنها طبيعية. نحن خرجنا من الحرب توا، كل الدول التي تخرج من الحروب هناك مجاميع شعبية، هناك قوى متنوعة تشعر لنفسها أحقية لأنها قاتلت وضحت وأعطت دماء، فحتى تقتنع بأن تنتظم في منظومة واحدة سنحتاج إلى شيء من الوقت. المهم الرؤية، الأسقف الزمنية، الوضوح في مثل هذه الخطوات، وأن نراقب بعضنا بعضا لنصل إلى بناء دولة مستقرة وسليمة. سماحة السيد، قبل نهاية هذه الدورة التشريعية، يعني راح تنتهي بسنة 22، تتوقع إكمال الحكومة؟ شكرا لحسن الظن والتفاؤل الكبير. أتوقع أن تنجز هذه المهمة في غضون أسابيع قليلة في الفصل التشريعي الثاني، ولولا العطلة التشريعية لعلنا كنا اليوم أمام حكومة متكاملة. يا الله، هذا خبر جيد. سماحة السيد، جمعت مجموعة كبيرة من الشباب في تيار الحكمة، وراهنت على الشباب باعتبارهم المستقبل فيما يتعلق بالتيار. واجهتم صراعات داخلية وخضتم تحديات، وشبابكم الآن في الحكمة موجودين في كل مكان على المستوى الثقافي وعلى المستوى السياسي. لكن هذه التجربة، تجربة أن يلجأ زعيم تيار سياسي موجود على الأرض لديه آليات ولديه مكاتب في كل العراق، يلجأ إلى الانسحاب ويأخذ مع مجموعة من الشباب ليبدأ من جديد. كانت على المستوى التحليلي في الحقيقة وحتى بالحسابات المكتوبة ربما صعبة. هل كانت يعني صعبة عليكم، وشون تقيموها الآن بعد فترة من هذه المرحلة؟ يعني أولا أشاطركم الرأي بالقوى السياسية تحصل مشاكل وخلافات في كل الأحزاب والقوى السياسية، لكن أن ينسحب الأقوى لصالح الأضعف ويذهب لتشكيل كيان جديد هذا قل ما يحصل. المسألة نحن كنا نستشرف هذا الواقع المختلف بناء على الإحصائيات التي تقدمها وزارة التخطيط، الواقع الديموغرافي، حضورنا واحتكاكنا المباشر مع الناس. كنا نرى جيل ينمو ويتسع، وهذه القوى السياسية التقليدية غير قادرة على أن تفي بمتطلباتها. قراءة قد تكون خاطئة لكن نحن هكذا. حاولنا أن نطور في المؤسسة التي كنا نترأسها، نطورها لتكون موائمة. بدأت تحصل مشاكل في داخل البيت الداخلي في مدى صحة وجدوى مثل هذه الخطوات، فكنا أمام خيارين: إما أن نغلب الآليات الديمقراطية الموضوعة في النظام الداخلي ونأخذ المؤسسة إلى هذه الرؤية والآخرون يبحثون عن يعني مظلة أخرى لهم، أو أن نسلم المؤسسة لهم ونحن نذهب ونشكل مظلة أخرى. وجدنا الخيار الثاني هو الأنسب، فأخذنا الشباب وذهبنا وشكلنا تيارا شبابيا. طبعا لوحظ هذا الأمر ويعني تابعه المراقبون بكثير من الاستغراب. أي عاقل يترك مؤسسة سياسية عريقة تاريخها يمتد إلى 40 سنة وهي ماركة مسجلة داخلية وإقليمية ودولية وقبيل الانتخابات ويذهب إلى المجهول؟ ولكننا لم نكن ننظر إلى نتائج آنية تحصل في غضون بضعة أشهر ما بعد إعلان انبثاق الحكمة إلى يوم الانتخابات. كنا ننظر إلى خطوات استراتيجية. البلد بحاجة وشباب العراق بحاجة إلى تيارات سياسية قادرة على أن تستوعبهم، أن تفهم معاناتهم، أن تمكنهم، أن تدربهم، أن تعطيهم الفرصة، أن تفتح لهم الأبواب. واليوم أنا أشعر بالفخر في أن مئات من القادة الشباب يتحملون مسؤوليات كبيرة في هذا البلد. الحكمة وفرت لهم هذه الغطاءات ودربتهم وهيئتهم ووفرت لهم الفرص في التمكين المجتمعي، التمكين السياسي، والقليل من التمكين الحكومي بحسب الظروف المتاحة. لكن أيضا افتراض أن الحزب السياسي لا يستطيع أن يعيش إلا عبر حكومة وعبر تمكين حكومي. نحن حاولنا أن نربي هذا الجيل الشبابي على تربية مختلفة. من قال أن لا يمكن الإنسان أن يكون يلعب دور إلا من خلال موقع حكومي، أن يكون وزير أو مدير عام أو مسؤول قسم أو ما أعرف إيش؟ لا،
التمكين المجتمعي والتمكين السياسي. هذه هي الفضاءات الرحبة التي يقل فيها المتنافسون ويستطيع الإنسان أن يتحرك فيها. لذلك بعد مرور 1.5 سنة على هذه التجربة نشعر أننا قمنا بالخطوة الصحيحة، وتزداد قناعتنا بدقة التشخيص وباختيار الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة. سماحة السيد، أريد أستثمر الوقت المتبقي بالحديث عن الجانب الإقليمي بالمعادلة العراقية. كما تعرف سماحتك أن الصراع الإقليمي كان مؤثرا بشكل واضح على العراق خلال السنوات الماضية، وهو مؤثر اليوم وسوف يستمر غدا. لكن هناك ربما متغيرات سماحتك أشرت إلى بعضها، أنه هناك قبول إقليمي بالعراق، محاولة استدارات ربما دائمة ومؤقتة أحيانا إلى العراق. العراقيين نفسهم على مستوى السياسة الخارجية، وأعتقد سماحتك لديك علاقات جيدة بالمحيط الإقليمي، إيران، الجانب العربي، تركيا، كيف تقيم تحرك الدولة العراقية اليوم نحو الجانب؟ هل هو متوازن مع التحرك الإقليمي تجاه العراق، أم هناك نوع من التحفظ يقال بسبب قيود تضعها دولة هنا، دولة لديها نفوذ في العراق، جار إيران ربما، لا نعرف. لكن ما هو تقييمك لطبيعة السياسة الخارجية للعراق الآن، وإدارة هذه السياسة باعتبارها محور أساسي من محاور المستقبل في البلد؟ الحقيقة لا توجد علاقة من طرف واحد. إذا كنا نتحدث عن انفتاح إقليمي على العراق، هذا يعني أن العراق انفتح على هذه الدول. وللإنصاف دولة الدكتور حيدر العبادي كان مبادراً وسباقاً في فتح ومد جسور العلاقة مع دول المنطقة والعالم بشكل أكبر في مرحلته. وطبعاً تحدي داعش والذي تحول إلى تحدي للمنطقة والعالم، وجعل جعل العالم يتفاعل مع العراقيين في هذه المحنة ويقف معهم دفاعاً عن أمنه في الوطني في بلدانهم. هذا أيضاً فتح مجال، ولكن كانت أيضاً حكومة مهتمة باستثمار هذه الفرصة وهذا المناخ، فتطورت العلاقات بشكل كبير. في ظل الحكومة الجديدة فخامة الرئيس نعرف بعد أن تصدى لموقعه ذهب ليمثل العراق والحكومة العراقية بجناحيها في جولات إقليمية مهمة. والسيد رئيس الوزراء أيضاً أعرف أنه متفاعل جداً وينظر لأهمية الانفتاح وأهمية التوازن في العلاقة الإقليمية والدولية. لذلك كلنا أمل في أن هذا المسار، الوفود العراقية التي تذهب، الاتفاقيات التي تبرم، ويجب أن يكون لنا خطة واعدة ورؤية شاملة لعلاقة العراق مع أي من دول الجوار. بدأناها مع الأردن، لكن إيران وتركيا، الرئيس التركي سيزور العراق خلال شهر بإذن الله، وأيضا ستكون هناك نقلة في هذه العلاقة، الكويت، المملكة العربية السعودية، وهكذا مصر وبقية الدول المحيطة بالعراق يجب، وطبعا إيران الذي سيزور الرئيس في مطلع الأسبوع القادم. وأعتقد أيضا ستكون فرصة لتنظيم وتبويب هذه العلاقة بشكل سليم وصحيح. هذه العلاقة الممتدة المتوازنة التي تجعل للآخرين مصلحة مع العراق هي التي ستساعد إلى حد كبير في تذويب هذه الإشكاليات وتحويل العراق إلى بلد فاعل في حل مشاكل المنطقة. أيضا أنا أنظر بإعجاب وإكبار لسلطنة عمان، كيف أنها استطاعت في أكثر من مناسبة أن تعالج مشاكل بين دول متخاصمة، بالرغم من أن موقعها الجغرافي وثقلها السكاني، مع احترامنا الكبير يعني لقيادتها ولمساراتها. أما العراق لا يقاس بسلطنة عمان، لا من حيث الموقع، لا من حيث الإمكانات، لا من حيث العلاقات، لا من حيث الثقل السكاني، العمق الحضاري إلى غير ذلك. بإمكان العراق أن يكون يعني بوابة السلام وعنصر وحمامة السلام في المنطقة، ليساهم في معالجة مشاكل عربية، خليجية، عربية إسلامية إلى غير ذلك. وحيثما يختلف اثنان في الوطن العربي أو في المنطقة، العراق يكون له يد في أن يقرب بينهم وأن يعالج المشاكل. هذا ما نتمناه لبلادنا. لكن سماحة السيد، يعني سؤال أخير، اليوم هناك جدل كبير حول موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة والقوات الأمريكية ووجودها،
هناك مشروع في البرلمان يحاول طرف سياسي تقديمه، وهناك رؤى متضاربة أحيانا حول هذه القضية. هذا الموضوع أيضا مرتبط بالتوازن. هناك قوات أمريكية علاقة مع الجانب الأمريكي على مستوى التدريب والتأهيل والمشاركة في الحرب ضد داعش، وهناك أيضا علاقة مع الجانب الإيراني في هذا المجال أيضا. لكن يبدو أن مرحلة الشهور الماضية حصل نوع من التضارب بعدما كان توازن في خلال مرحلة الحرب مع داعش، مع يعني تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. بدأنا نشهد نوع من الاختلال إلى درجة أننا اليوم أمام مشروع يقدم إلى البرلمان. لا أعرف رأي سماحتكم بهذا المشروع، وهل هناك طريق لإعادة التوازن بين الولايات المتحدة وإيران؟ بالحقيقة أنا لا أتحدث ولا أعلق على ما يقال في الإعلام لمن يطلق تصريحاته فيه وأعرف به، لكن أنا شخصيا حتى هذه اللحظة الذي أكلمك أجهل ولا أعرف أي كيان وجهة سياسية عراقية لا تقول بأن هذا الموضوع يشخصه الحكومة العراقية. كل القوى السياسية العراقية بالإجماع تقول حاجة العراق إلى التحالف الدولي من حيث أصل الحاجة، من حيث حجم الحاجة، من حيث طبيعة ونوع الحاجة، هذا موكول إلى الحكومة العراقية. والحكومة العراقية تقولها بملء فمها وبشكل واضح وعلى لسان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمسؤولين المختصين ووزير الخارجية أن العراق يحتاج إلى الجهد الفني واللوجستي والاستخباري والتدريبي وإلى آخره للتحالف الدولي. فإذا إذا كان القوى السياسية كلها تقول هذا الأمر مربوط بالحكومة والحكومة هي تشخص هذه الحاجة، سيعني القوى السياسية تتفهم هذه الحاجة. هناك لاءات مطروحة أو هناك تحفظات مطروحة. حين يصرح رئيس لدولة كبيرة ويقول نحن سنسحب قواتنا من سوريا إلى العراق، والحكومة العراقية لا علم لها بهذه القوات التي ستأتي وتدخل إلى العراق، هذا سيكون إدخال قوة عسكرية قتالية إلى العراق بدون تنسيق ولمهام غير معروفة، فهذه مرفوضة من القوى السياسية ومرفوضة من الحكومة العراقية، وأعتقد هي خلاف النصوص الواضحة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. حينما يقول رئيس دولة ويغرد بأن قواتنا تراقب دولة جارة للعراق من خلال حضورها في داخل العراق، هذا نقض صريح لمواد دستورية في الدستور العراقي يمنع استخدام العراق محطة أو ممر للاعتداء على دول الجوار والدول الأخرى. أكيد هذه القوى السياسية لا تقبل هذا الأمر، والحكومة لا تقبل، ونصوص الاتفاقية لا تقبل بذلك أيضا. قواعد دائمة حين يقال أن هناك قاعدة وأنفقنا عليها مليارات، فيما أن المعروف هذا معسكر عراقي وجزء منه بالحقيقة يستخدم للقوات للتحالف الدولي ومجموعات، وليس قاعدة دائمة. فالقوى السياسية لا تقبل بقواعد دائمة، والحكومة العراقية لا تقبل، ونصوص الاتفاق أيضا لا يقبل. فلا أعتقد من حيث الجوهر هناك تحفظ على الاستفادة من يعني الجهد الكبير الذي يبذله التحالف الدولي ضمن إطار الحكومة العراقية، لكن هذه الاندفاعات أو الكلمات أو التصريحات والتي يبدو بعضها هي أيضا إعلامي لأغراض داخلية أو خارجية لأي سبب من الأسباب، لكن نحن نقع ضحيتها. فحين يكون موقف من مسؤول رسمي يناقض الاتفاقات، من الطبيعة القوى السياسية تبدي تحفظها على مثل هذه الجزئيات والتفاصيل. تحفظ قانون، ما رأيك بالقانون؟ لا أعرف أن هناك قانون، لكن هناك توجه من بعض الكتل لقرار نيابي، قرار وليس قانون، والقرار ينص على منع هذه اللاءات وليس على أصل تعاون الحكومة مع يعني التحالف الدولي إذا ما شعرت بالحاجة له وهي تشعر بذلك. هذا هو الذي يجري، قرار، ويسأل لماذا هذا القرار؟ يقال حتى يكون بيد الحكومة، بإمكانها أن تضغط إذا ما أراد الآخرون أن ينقضوا الاتفاق ويمارسوا ممارسات غير واردة وغير مذكورة في الاتفاق. هذا فلسفة ووجهة نظر بعض الكتل النيابية. سيبدأ الفصل التشريعي وسنرى هل أن هذه الكتل ستستمر في هذا الجهد
أو أنها يعني الرسالة أطلقت وكان الهدف منها إعلامي وتأكيد للسيادة العراقية، وهو هدف نبيل وشريف وكلنا مع هذا الهدف. فإذا كان الهدف هو إيصال هذه الرسالة بضرورة الالتزام بالاتفاقات فهو أمر مقبول، إذا كان شيء آخر فسنقيم المشهد في وقت لاحق. سماحة السيد عمار الحكيم، الحقيقة يعني سنحمل منك عدد كبير من الجمل المتفائلة بالمستقبل العراقي، مستقبل هذه الحكومة، مستقبل إكمال تشكيل الحكومة وتحقيق التوازن مع الإقليم والتوازن الدولي في العلاقات العراقية. نتمنى لك دائما الخير والاستمرار في هذا التفاؤل، وأن تنقل هذا التفاؤل إلى أوساط سياسية، لأنه كثير من السياسيين حقيقة يحبطون. يعني الآن شوية صار عندنا تغيير على المستوى المشاعر تجاه الحكومة العراقية. شكرا لكم. هواجس من يطلق هذه الهواجس حقه بعضها، لكن الكلام كيف ننظر للحقيقة، هل من النصف الممتلئ أم من النصف الخالي؟ ومن يقول المشاكل فهي قائمة، لكن علينا أن ننظر ما هي إيجابياتنا وكيف نحول هذه الإيجابيات ونوسعها وننميها بشكل كامل. شكرا جزيلا سماحة السيد. شكرا أعزائي الحضور. سماحة السيد ممنونين. شكرا جزيلا. عزيزي.